السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ النهارده بقى جايين بقى طبعا نوريكم طبعا تتبيله الكبده الشرايح بطريقه سهله وبسيطه جدا. طبعا زي ما انتم شايفين انا جايبه كيلو من الكبده الشرايح، زي ما مقطعينها زي ما انتم شايفين كده اهو، قطع رفيعه وعريضه تمام زي البانيه بالظبط. تمام. وهنجيب طبعا غسلتها كويس جدا بالخل والليمون والملح والكمون، سبتها 10 دقايق وبعد كده غسلتها كويس شطفتها بالميه نظيفه، وبعد كده زي ما انتم شايفين سايباها بمصفى وتحت منها طبق فاضي. تمام. دي كده غسلتها وسبتها تتصفى من اي سوائل فيها. بعد كده هنيجي للتتبيله بتاعتنا اهي. التتبيله بتاعتنا عباره عن ايه بقى؟ عباره عن فلفل اخضر حر وبارد، عباره عن توم حوالي نص راس توم صغيره، معلقتين كبار من الكمون، ليمونتين كبار، وشويه خل، معلقتين من الخل طبعا، والكمون والملح بتاعك طبعا حسب الكميه حسب الرغبه. وهنحط كل المكونات دي او المكونات اللي انا عاملاها دي، الثوم والفلفل والليمون والخل، كله هنحطه على الكبده الشرايح اللي احنا عملناها. وهوريكم طبعا بعد ما انا خلصتها كده واعملها هوريها لكم خطوه بخطوه واوريكم شكلها عامل ازاي. طبعا طريقه تحفه وطريقه ما تاخدش منك اي وقت ولا اي مجهود، واوريكم في الاخر شكل الاكله. وهعمل معاها النهارده طبعا مكرونه سباكيتي وهوريها لكم طبعا مع الاكل بعد ما اخلص خالص، واوريكم تحضير الاكل في الاخر. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. زي ما انتم شايفين كده طبعا كل المكونات حطيتها في قلب الكبده، هقلبها كلها مع بعضها كده عشان طبعا لازم تتبل كويس جدا، تقعد في التتبيله دي من ساعه لنص ساعه. يعني لو انت مستعجله قوي نص ساعه بالكتير، يعني لو انت مستعجله نص ساعه. لو عايزاها تتبل براحتها وتشرب من التتبيله بتاعتها ممكن تقعد ساعه او ساعتين على رف الثلاجه من تحت. تمام. هقلبها كده وارجع لكم تاني. زي ما انتم شايفين كده طبعا عملت التتبيله طبعا خلطتها كده مع بعضها. هسيبها حوالي من 10 دقايق او نص ساعه. تمام. وعصرت عليها طبعا ليمونتين كبار عشان طبعا اي زفاره ولا اي حاجات من دي نغسلها اصلا غسيل كويس جدا. طبعا زي ما انتم شايفين اهو هنسيبها تتبل كده حوالي نص ساعه او 10 او ساعه، وبعد كده اعملها لكم بعد ما اخلص. خليكم معايا وارجع لكم تاني. بس حبيب قلبي ان كده انا عملت طبعا حطها. انا بعمل طبعا الكبده الشرايح دي بالرده والدقيق. دي حطيت طبعا حوالي شويه رده اهم، طبعا هنحط شويه دقيق عليهم حوالي كوبايه من الرده وكوبايه من الدقيق، وهنتبلها مع بعض ونحمرها واوريها لكم طبعا وبعد ما نحمرها. وده طبعا المكرونه، عملت طبعا سلقه المكرونه بتاعتنا اهي سباكيتي، وهنعمل الصلصه طبعا واوريكم طبعا اكله النهارده يا رب تعجبكم. السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ انا رجعت لكم طبعا تاني بعد ما خلصت طبعا الكبده وحمرتها زي ما انتم شايفين كده اهو. بسم الله ما شاء الله. دي كميه دي يعني كل اللي انا عملت الكميه اللي شايفينها دي كلها كيلو من الكبده الشرايح. وطبعا عامله معاها قرون فلفل محمراها كده، بحب الفلفل الحار كده مع مع الكبده والحاجات دي. وحاطه طبعا بقدونس، بحب البقدونس في اي لحوم بحب ارشها كده بعد ما بخلص اهو. شايفين الجمال؟ شايفين طبعا الكبده بسم الله ما شاء الله اهي، قطعها طبعا قطع جميله جدا اهي. طبعا هستنى طبعا رايكم في الكومنتات بطريقه تحضير الكبده الشرايح. تمام. طريقه سهله وبسيطه جدا، ما بتاخدش منك اي وقت ولا اي مجهود، يا دوبك ممكن تعمليها في 10 دقايق. بتسيبيها تتبل شويه وبعد كده بتحمريها في الرده والدقيق، او لو عايزه تعمليها ببقسماط مفيش مشكله اهي. يا رب تعجبكم طريقه تحضير الكبده. وهعمل طبعا معاكم المكرونه وهوريها لكم دلوقتي طبعا كده يا حبايب قلبي. طبعا رجعت لكم تاني بعد ما خلصت طبعا عملت المكرونه زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله اهي. المكرونه سباكيتي زي ما انتم شايفين مكتره طبعا الصلصه، عاملاها طبعا بصلصه بالثوم. في ناس بتعملها بالبصل بس انا عاملاها طبعا بالثوم اهي. ودي طبعا الكبده. طبعا يا رب اكله النهارده تعجبكم. لو عجبكم اكله النهارده ما تنسوش طبعا لايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد مني. وهستنى طبعا رايكم في الكومنتات باكله النهارده يا رب تعجبكم اهو. شايفين اهم حاجه بقى طبعا التكايه الحلوه كده، اهم حاجه تاخدي بالك وانت بتحمري الكبده ما تعليش عليها النار عشان تستوي منك، عشان الكبده الشرايح بالذات عايزه تعملي على نار هاديه عشان خاطر تكون مستويه، عشان طبعا انت بتحمريها بس، فطبعا لازم تهدي النار عليها عشان عشان تستوي من جوه. تمام اهو. دي اكله النهارده. هستنى طبعا رايكم في الكومنتات. اهم حاجه لايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني اهو. مع الف سلامه، كل سنه وانتم طيبين.